ليه لازم يبقى لكل واحد فينا بصمة في حياته تبقى له بعد ما ماته؟ كلنا عارفين خمسة القراء الكبار، الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ مصطفى اسماعيل. الناس دي اتعلم على ايديهم وعلى صوتهم وعلى قراءتهم للقرآن الملايين من الناس. متخيلين البصمة اللي هم سابوها للبشرية بعد ما ماتهم؟ في مرة من المرات انا كنت مسافر ماليزيا، فوقفت في قرية كده على الساحل، دخلت كافيتيريا فلقيت ست سبعينية كده هي صاحبة المكان ومشغلة الشيخ المنشاوي. فبتسألني انت منين؟ قلت لها انا من مصر. كانتش عارفة مصر قوي غير لما عرفت ان هي جنب مكة. فكرة ان انا وانا قاعد في مكان في اطراف الكرة الارضية الاقي الشيخ المنشاوي شغال عند حد ما بيعرفش لغة عربية وقاعد بيسمعه، ده يوريك قد ايه قيمة وعظمة وبركة البصمة اللي هو سابها في حياته للناس بعد ما ماتوا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرزها. طب هي خلاص القيامة بتقوم، أغرزها ليه؟ عشان أنت مطلوب منك إن أنت تسعى وتعمر وتسيب بصمة في الأرض، بغض النظر هي نتائجها هتبان إمتى وإزاي. فأنت مش عارف الخير هيجي لك منين، فقط اسعى إنك تسيب بصمة في حياتك.